الو الو، الهدف طلع، اعطيني استاذ جميل. يلا يلا تفضل. ايوه علم علم. يلا يا شباب السياره جاي. ألف مبروك، ألف مبروك يا أستاذ. شرف سلم هديتك. هدية شو؟ تفضل. هي السيارة اللي واقفة هنيك قدامك، هي هديتك. شو هالحكي؟ وشو المناسبة لتهديني هيك سيارة؟ يا سيدي السيارة هي هدية من الشركة الصانعة لأول شخص بمر من هالشارع هاد، وبما أنك أنت أول شخص مر من هون فالهدية من نصيبك. ألف مبروك. تفضل استلم سيارتك. يعني انت عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ بدك تكون كاميرا خفية هي. الحق بإيدك تستغرب، مو كاميرا خفية، المسألة جد. طب انا اذا اخذت هي السيارة ورحت سيارتي شو بدي اسوي فيها؟ خليها هون بالطريق؟ لا طبعا، انت بس اعطينا العنوان والسيارة بتصلك لبيتك. انت وين ساكن؟ ساكن بالفيلا اللي هنيك. اصبح اطمن، بعد 5 دقائق بتكون سيارتك على باب الفيلا. تفضل كاب سيارتك جديدة، وهي كرت باسمي. امتى ما حبيت تنقل السيارة لاسمك بتتصل فيي مشان نعمل اجراءات التنازل عنها الك. يا سعيد وصل له سيارته على باب الفيلا. لحظة كتبي. الله وكيلكم يا جماعة، هذا اللي صار. معقولة؟ بدك أنا أصدق يعني؟ هو معكم حق ما تصدقوا، لأنه أنا نفسي ما كنت مصدق. انت اكيد شايف هالقصه بالمنام او قريانه بشي روايه. طيب إذا مالكم مصدقين هلا رح تشوفوها. ايه بنشوفها شو عليه. تفضلوا شوفوا بعينكم، هي السيارة. ورح حتى تصدقوني أكثر، رح أركبها قدامكم وروح فيها على البيت وما رح أخذكم معي. لعنه شو هالسياره؟ باي. العمى لك طلعت سيارته عن حقها. اخي سيارته ما اختلفنا. إيه بس اكيد ما عطوه اياها هديه لانه مر اول واحد بالشارع. هذا اكيد ابوها بشله شي هبشه مرتبه وشاروا له اياها، بس مشان ما ينكشف قدام العالم اخترعوا هالقصه اللي ما بتتصدق. معك حق، ما حدا رح يصدقه. قال مرسيدس، قال لك يخرب بيته على هالكذبة. شري
راضي؟ راضي؟ ما رجع من الجامعة لسه. بس سيارته برا. ما بعرف، بس ما شفته هون. متأكدة؟ طبعا. روحي شوفي لي اياه بأوضة من هالقوة، بركي فات على الفيلا بدون ما تنتبهوا. حاضر ستي. عجلي. ما لقيت حدا. غريب. روحي جهزي الغدا. حاضر ستي. وين بده يكون راح؟ معقول؟ مرحبا. لك وين كنت؟ اي وين بدي اكون يعني بالجامعة؟ بشو رحت على الجامعة؟ بالسيارة بشو بدي روح؟ بس سيارتك مصفوفة برا قدام الفيلا. قصدك البيجو؟ ليش عندك سيارة تانية؟ إلا كان أنا اللي عندي وأحلى سيارة كمان، مرسيدس جديدة خلنج. شو هالحكي؟ منلك؟ إذا حكيت لك ما رح تصدقيني ورح تضحكي علي. لا ما رح اضحك، شو هالحكي هاد؟ انت احكي بصدقك، هات لشوف. اسمعي لكن على هالقصة. هذا يا ستي مرحبا. اهلين ماجد. شو مين في عنا؟ ما عنا حدا. لكن لمين هالمرسيدس الجديدة اللي صافية برا؟ راضي عم يقول إنها إله. إلو؟ شلون إلو؟ من إلو؟ شو بيعرفني؟ هو حكالي القصة وقال لي منين اجته، بس كلها ما دخلت براسي هاي الشغلة، بركي انت اذا بتحكي معه بتفهم منه شيء. الحقني على المكتب. شرف. هلا أنت أجدب ولا عم تجدب علي؟ لا يا بابا، لاني اجدب ولا عم بجدب عليك، سلامتك. يعني بدك ياني صدق هالقصة الخرافية يلي حكيت لي إياها؟ هو صحيح القصة ما بتتصدق، بس الله وكيلك هي الحقيقة. وين الكرت اللي أعطاك إياه؟ هاي الكرت. جميل البردان؟ كأني سمعان بهالاسم قبل هالمرة. بجوز. الو، انا ماجد الهبيان مدير المشاريع. بدي احكي مع الاستاذ جميل البردان. حضرتك جميل؟ استاذ جميل، ممكن تمر لعندي بكره على المكتب؟ يعني الساعه 9 الصبح. لا ما في شيء، حابب اتعرف عليك. اوكي، انا بانتظارك. اهلا وسهلا. جميل بردان. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تفضل. شكرا. يا اهلين وسهلين. ايه سيدي، شو قصة سيارة المرسيدس اللي هديتها لابني؟ ليش ما حكى لك المحروس ابنك؟ لا حكالي،
بس ما صدقته. معك حق، القصة ما بتصدق، بس السيارة هي الواقع هي هدية مني شخصيا للمحروس ابنك، وشو المناسبة؟ احتفالا بهالمشروع. مشروع محرز. ايه بس ناقصه توقيع صغير من حضرتك. حدا له علم بالموضوع؟ لا لا اطمن، ما حدا بيعرف فيه غير انا وانت بس. هو بيني وبينك المشروع مهم، وما عندي مانع ابدا استفيض بدراسته، والا ما لاقي له هيك فتوى بهالقوانين ونفذه منها، بس بشرط. يا سيدي شروط الشرط اللي بدك اياه. شرطي الوحيد هو انك تسحب السياره من ابني. ليش ما عجبته؟ اذا ما عجبته بدله اياها باحسن منها فورا. لا، الموضوع غير هيك. الموضوع اني ما بقدر اقبل منك هديه لانها رشوه مفضوحه. عفوا استاذ، هي ما لها رشوه، هي هديه مني شخصيا للاستاذ راضي، وانت ما لك علاقه فيها ابدا. طيب بقبلها بشرط تاخذ حقها. وانا موافق، اعطيني 100. 100 مليون؟ لا شو 100 مليون؟ 100,000؟ لا ولا 100,000. لكن شو؟ 100 ليره بس. شو هالحكي؟ معقولة هيك سيارة يكون حقها 100 ليرة بس؟ ايه هيك موقفه علي. معقول تكون موقفة عليك ب 100 ليرة بس؟ صدقني هي الحقيقه. طيب إذا كان هيك تفضل، هي 500 ليرة، يا ريت تجيب لي فيهم 4 سيارات تانيين، بس ما يكون فيها عذاب لإلك. لا ولو على عيني. هات القطبرة لإلك.